زكريا جيلان ينتقل لمايوركا توصل نادي برشلونة ونظيره مايوركا إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب زكريا جيلان حتى نهاية الموسم الحالي. وسيلعب اللاعب المغربي مع ناديه الجديد الذي ينافس في المجموعة 3 من الاتحاد الثاني مع الفرق الكتالونية حتى نهاية هذا الموسم. 7 سنوات في النادي الكتالوني. بدأ لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مسيرته مع برشلونة في موسم 2016 على 17 في فئة كادت با قادما إليه من نادي دام. منذ ذلك الحين تدرج في الفئات السنية للنادي حتى ظهر لأول مرة مع يوفينيل A في موسم 2019 على 20 وتم تصعيده بعدها إلى برشلونة أتلتيك الموسم الماضي. وفي موسم 2021-2020 لعب جيلان 14 مباراة شارك أساسيا في 5 منها. وبدأ الصيف الماضي التحضير للموسم الجديد بشكل طبيعي، لكن إصابة في عضلة الفخذ في ساقه اليسرى في شهر غشت الماضي ابعدته عن الميادين. وكانت أول مباراة له هذا الموسم في 17 دجنبر ضد فريق ريال يونيون دي أيرون لكنه لم يتم إقحامه. سيبحث زكريا جيلان مع فريقه الجديد مايوركا إلانا عن لعب الدقائق اللازمة لاستعادة نبرته التنافسية بعد غياب لأشهر من الإصابة. بلال الخنوس: أعتقد أن الانتقال مباشرة للقمة لن يفيد تطوري. يتابع العديد من كشافة الأندية الأوروبية الكبرى مباريات فريق جنك البلجيكي، وذلك لمتابعة اللاعب المغربي بلال الخنوس. يسأل أحد الصحفيين في قناة RTBF اللاعب المغربي: لا يصدق عدد الكشافة الذين يأتون إلى بلادنا من أجل بلال الخنوس. يرد اللاعب المغربي: نعم، قرأت ذلك أيضا، نابولي ومانشستر سيتي ودورتموند وباريس سان جيرمان وأياكس. ومع ذلك لا يبدو أن بلال الخنوس متحمس كثيرا للمغادرة في الوقت الحالي. أنا لا أهتم على الإطلاق. ألعب مبارياتي وأعود إلى المنزل وهذا كل شيء. أعتقد أن الانتقال مباشرة إلى القمة لن يكون مفيدا لتطوري. ويضيف بلال الخنوس أنه لا يمكنه فعل ذلك إلا من خلال اللعب كثيرا. يصرح الخنوس قائلا: هل ترى أن الانتقال إلى مانشستر سيتي سيقود كيفن دي بروين للخروج من الفريق؟ يجب أن نحترم المنطق بعض الشيء. من الأفضل أن تمر أولا بمرحلة وسيطة. وأشار أفضل لاعب واعد في الدوري البلجيكي سنة 2022 إلى أنه سينهي الموسم بالتأكيد في فريقه البلجيكي وسيلعب له الموسم المقبل أيضا. قاسم باشا يضم منير شويعر على سبيل الإعارة. أعلن نادي قاسم باشا التركي ضمه اللاعب المغربي منير شويعر إلى صفوفه قادما إليه من نادي باشاكشهير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وشارك الجناح المغربي ذو 24 ربيعا في 30 مباراة مع فريقه باشاكشهير، سجل من خلالها هدفين وحقق 9 تمريرات حاسمة. يشار أنه انضم إليه قادما من مالطيسبور التركي بقيمة 1.5 مليون يورو. ثنائية يوسف النصيري في مرمى إليتش. انتهت مباراة فريق إشبيلية أمام التشي بنتيجة 3 أهداف لزملاء الدوليين ياسين بونو ويوسف النصيري، وذلك باسم الجولة 19 من الدوري الإسباني الليغا. المهاجم المغربي يوسف النصيري افتتح باب التسجيل في الدقيقة 29 مانحا هدف التقدم لفريقه الإندلسي، قبل أن يعزز تفوقه بهدف ثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. عزالدين أوناحي ينتقل رسميا إلى أولمبيك مارسيليا. أعلن نادي أولمبيك مارسيليا اليوم السبت عن توصله لاتفاق مع نادي أونغ الفرنسي. ينتقل بموجبه الدولي المغربي عزالدين أوناحي رسميا إلى نادي الجنوب الفرنسي ليجاور بذلك زميله المغربي أمين حارث. ولم يعلن بعد الفريق الأزرق عن تفاصيل العقد الذي يربطه باللاعب المغربي، لكن آخر ما تم تداوله في الصحافة الفرنسية تشير لانتقال بقيمة 8 ملايين يورو مع 2 مكافآت. ومن المتوقع أن يحل اللاعب المغربي اليوم بمارسيليا رفقة وكيل أعماله الدوري المغربي السابق مهدي بن عطية، حيث سيجري الفحوصات الطبية والتوقيع على العقد غدا الأحد. وقد نشاهد النجم المغربي مساء اليوم في مدرجات ملعب الفيلودروم في مباراة مارسيليا أمام موناكو.